يا مساء الفل على كل حبايبي اللي بيتابعوني من اي مكان. تعالوا النهارده هنعمل الحاجه اللي مفيش حد ما بيحبهاش، الفراخ المشويه. الناس كلها بتحبها وبتعشقها. طبعا يعني دلوقتي بره بقت الفرخه اقل فرخه يعني 120 130. فطبعا لو انتوا عدد يعني هيفرق معاكم جدا ان انتوا تعملوها في البيت، وبالطريقه دي هوصلكم لطعم الشارع او طعم المطاعم بالظبط. فتعالوا بينا نقول الطريقه بتاعتنا. انتوا شايفين الجمال بعد ما طلعت اهي. وتعالوا هنقول الطريقه البسيطه جدا. انا عملتها النهارده بوراك وتقدري تعمليها باي حاجه. وعايزه اقولك الوراك دي كبيره، يعني حجم الوراك دي انا واخداها من فرخه تقريبا. الفرخه كانت 2 كيلو ونص او 2 كيلو وربع، يعني مش فارقه الفرخه صغيره كبيره، المهم ان احنا هنعملها. كمان المكونات اللي انا هقولها لو ما عندكيش حاجه منها عادي تقدري تستغني عنها بكل سهوله، بس الحاجات اللي انا بحطها دي هي اللي بتوصلك لطعم المطاعم. اول حاجه معايا الفراخ، انا غسلها كويس ونقعها في ملح وخل وليمون ودقيق لحد كده ما تحسي ان ريحتها كويسه. خلاص كده احنا خلصنا الفراخ بتاعتنا وغسلها. نيجي بقى للتوابل. معايا شويه كده من الجنزبيل صغيرين جدا، وبابريكا وكزبره وكمون وفلفل اسود، وشويه صغيرين جدا من القرفه، وشويه من توابل الفراخ. وكمان معايا ملح، ومعايا ليمونه او نص ليمونه، ومعايا توم وفلفل وطماطم وبصل. تمام. كمان معايا روزماري، عندك زعتر حطي. ممكن تعتمدي هنا على الفلفل الاسود والزعتر والروزماري والخضار اللي احنا قلناه، وممكن شوية قرفة صغيرين. معايا هنا مستردة، وكل المطاعم بتستخدم المستردة في كل المشويات. معايا دبس رمان وباربيكيو صوص، ومعايا خل تفاح، ومعايا كمان صويا صوص. الصويا صوص والدبس رمان والحاجات دي من الحاجات اللي بتديها اللون اللي انت بتشوفيه بره. اما المستردة فهي من الحاجات الاساسية معاكي في كل المطاعم، سواء مطاعم السمك او مطاعم الفراخ. ممكن تستغنى عن المستردة وتشتري خردل جاهز من عند العطار، ممكن ب5 جنيه عادي. انا حطيت كل التوابل معايا هنا في الخلاط، وحطيت كمان الخضار الفلفل والثوم والبصل والطماطم، وكمان حطيت دبس رمان وباربيكيو صوص، وحطيت كمان الصويا صوص علشان اللون، وخل تفاح ممكن تستبدليه بالخل الابيض العادي. اي حاجة وليها بديل تقدري تستغني عنها. معايا كمان شوية كده من المستردة، وزي ما قلتلك تقدري تستخدمي مكانها الخردل من عند حبوب الخردل، وتطحنيها من عند العطار. هتجيبي الفرخة كده وهنفتحها فتحات بالسكينة من كل اتجاه، علشان انا عايزة التتبيلة تدخل في كل مكان. عايزة اقولك الوصفة بتاعتنا دي تقدري ان انتي تتبليها وتعمليها تطبخيها في الحال. ولو انتي عايزة طعم اقوى جدا تقدري ان انتي تسيبيها 4 ساعات او من بالليل. المكونات عايزه اقول لكم كمان دبس الرمان لو ما عندكوش ممكن تستخدموا عسل اسود، ولكن انا ما بفضلوش. خلاص كده انا عملت الفراخ بتاعتي. هجيب بقى التتبيله وهنزلها كده على الفراخ، جوه الفراخ كده. وبعد بعد ما تحطي في كل واحده هتمسكيها تدلكيها كويس جدا جدا تحت الجلد، وفي كل حته كده في الفرخه توصلي ليها التتبيله. التتبيله ريحتها خيال. تقدري تعتمدي كمان التتبيله ديت في اللحمه وفي حاجات كتير جدا. عايزه اقولك كمان لو عندك تفاح او كيوي تقدري برضو تستخدميه معاهم، ما تستغربيش. كل ديت من اسرار المطاعم، الزعتر والروزماري، المستردة، زيت الزيتون. كمان حطيت زيت زيتون نسيت اقول لكم ممكن تستبدلوه بالزيت العادي، وهنا لازم الزيت علشان هو اللي هيخليها معانا طريه. هتجهزي الشوايه بتاعتك كده وهدهنها زيت علشان ما تلزقش الفراخ فيها. ادهنها زيت كده وهبدأ ارص فيها الفراخ. لازم بدهنها كويس يا جماعه علشان ما احطش الفراخ ابص الاقيها لزقت فيها. بدقدق كده الفراخ شويه. عايزه تفتحيها بالسكينه كده بالطول من عند الدبوس بتاعها عادي، ولكن انا بكتفي بان انا بدققها كده علشان العظم بتاعها يتكسر شويه. وبقوم قافله عليها في الشوايه. الشوايه دي مش غاليه يا جماعه، وتقدروا انتوا تجيبوها من اي مكان. لو عندك شوايه فحم كان بها، ما عندكيش يبقى خلاص هتعملي زي ما انا هعمل، وهنعمل في الفرن اختصارا للوقت والمجهود. الصينيه اللي تحتيها ديت بحط منها شويه من التتبيله، وكمان بحط بيها ميه. الميه دي هتطلع لك على الفرخه طول ما هي بتستوي، وهتطري لك الفراخ، وكمان هتديها طعم.
علشان تضمني تسوية من غير ما تتحرق انا بحطها في الفرن وبشغل عليها من فوق وتحت، وطول ما هي بتستوي باخد من التتبيلة وبدهنها وبقلب الشواية بتاعتي يمين وشمال يمين وشمال فوق وتحت، بفضل اقلبها كده لحد ما بتاخد معايا اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ضروري جدا طول ما انتي بتشوي ان انتي تدهنيها من التتبيلة علشان ما تتحرقش معاكي بسرعة، لان لو ما دهنتهاش هتتحرق معاكي وهتبقى نية من جوه. طلعتها كده في طبق كبير وهجيب فحماية وهولعها وهحطها على حتة فويل. مش عايزة تعملي الحركة دي وشايفة ان هي غلط، مفيش اي مشكلة، ما تعملهاش. وهطفيها بشوية زيت وهغطيها على طول بغطا واسيبها كده بقى تطرى مع نفسها وتاخد الطعم الفحم. طبعا لو انت شويها على الفحم مش هتحتاج الخطوة دي، لكن زي ما احنا اتفقنا انا عاملاها في فرن بوتاجاز ومولعه عليها فوق وتحت. شايفين مستويه وطريه جدا وتحفه، وكان طعمها رهيب بجد. وكان معاها رز بقى وملوخيه، ودي بطاطس باللحمه المفرومه كنا عاملينها برضه، هقول لكم طريقتها في فيديو تاني. وده جلاش برضه كنا عاملينه. والف هنا وشفا لكل اللي يجرب الوصفات ويقول لي رايه فيها. ودي كده الفراخ المشويه بطعم احلى من الجاهز من بره، وبجد لو عملتوها هتدعولي. هستنى رأيكم بقى ان انتوا تقولولي، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. انا معاكم شيماء مدحت. شايفين؟ وده كان الشكل النهائي بتاعها. اتمنى اكون كنت خفيفة عليكم واستفدتوا من الفيديو وعجبكم الفراخ دي زي ما هي عجبتني، على قد بساطتها على قد ما طعمها كان تحفة. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. لو عندكم اقتراحات لأي فيديوهات ممكن تقولها لي في الكومنتات، ولو عندكم تعليق حلو ما تنسوش ان انتوا تسيبوه ليا. والسلام عليكم ورحمة الله.